هي دي بقى اكلات اخر الشهر اللي توفر معاكي وكمان طعمها تحفه جدا وكله في حله واحده وفي دقيقتين هتكوني مخلصوها. ايوه زي ما بقولك كده في دقيقتين وحاجه كده سريعه وعلى السريع، يعني هتعملي لاولادك حاجه مغذيه جدا ومن غير لحمه ولا فراخ. هنا بقى معانا انا عملت ايه، حطيت معلقه من السمنه كبيره، حبيتين من البصل متقطعين، وحطيت 3 حبايات من الطماطم متقطعين و3 جزرات برضو متقطعين، وضفت معلقه من الثوم المفروم وكمان معلقه من هريسه الشطه، ونزلت بقى بربع كيلو من العدس طبعا غاسلينه ومصفينه. ولازم نشوح كل الكلام ده بقى في قلب بعضه. عايزه اقول لكم ريحه تحفه جدا والا الطعم حاجه كده خرافه. انزلي بقى بالميه المغليه وقلبي كل الكلام ده. هننزل بقى بايه بعد كده، بعد ما يغلي كده بقى ونسيبه يستوي معانا لغايه كده. هتعرفي منين ان هو استوى؟ هتعرفي طبعا من الجزر. هنا بقى هنحط مكعب مرقه وهنا بيوديه في حته تانية خالص، بيخليه طعمه تحفه جدا جدا. وهنا بقى اخر حاجه، اول ما يبدا كده خلاص استوى، بحط كده معلقه من الفلفل الاسمر، بيبقى تحفه جدا لما بتحطيها كده في الاخر. تدوسي بقى على الجزرايه وتعرفي ان هو استوى في ثواني كده. لو اتقسمت معاكي على طول يبقى هو كده استوى تمام كده. هنا بقى انا مش هضربه في الخلاط خالص، انا هعمل ايه، هجيب بقى كده الهاند بلندر وهبدا ان انا اضربه كده في الخلاط كده وهو في الحله. عايزه اقول لكم احلى حاجه في الهاند بلندر ده اللي هو يضرب اي حاجه كده على النار كده وانتي واقفه على طول في السريع، من غير بقى ما تحطي وتنقلي بقى لسه في الخلاط والكلام من ده. بيبقى تحفه جدا وبيسهل عليكي كتير. زي ما انتم ما شايفين كده اتضرب معايا كده في ثواني، حاجه كده خرافه. بيريحني بصراحه كتير. يعني لو عندك عروسه هاتيلها الهاند بلندر ده اللي هو بالكبه، بصراحه بيبقى تحفه جدا جدا. هنا بقى انا بنحب بقى طبعا العدس بالشعريه، فبضيف كده معلقه من السمنه وببدا ان انا اشوح كده شويه من الشعريه. طبعا طريقه الاكل طبعا ديت زي ما تحبي انت بقى، حابه ان هو تشربيه كده بالشوربه وتكسري له مثلا عيش محمص، او لو حابه كده بقى بالشعريه بقى، وبيبقى خطير جدا بالشعريه. بنقلبه كده لغايه ما يدينا لون حلو كده للشعريه، عشان طبعا الشعريه توحد لونها معانا. بنحط رشه كده من الملح. نزلت هنا بقى بمعلقه من الثوم المفروم صغيره مش كتير. وبعد كده ببدا ان انا انزل بقى العدس. الثوم المفروم هنا بيديله طعم حلو قوي كده مع العدس بقى لما يستوي كده مع الشعريه، بيخليه طعمه تحفه جدا. بننزل كده شويه بقى طبعا من العدس. طبعا العدس هنا بيبقى قوامه تقيل، فطبعا ايه بنبدا ان احنا نخففه بقى، تكون بميه كده مغليه. بنسيبه بقى ان هو يستوي. وهنا حطيت كده معلقتين بقى تاني من العدس، لان ايه لقيته قوامه كده خف، فعايزاه طبعا قوامه يبقى مظبوط. وطبعا هو لما بيغلي بقى ويستوي وبتسيبيه كده على نار هاديه كده يستوي، بيبدا ان هو طبعا بيتقل زي ما هتشوفوا معايا كده بالظبط. هو قوامه لازما يبقى في القوام ده، ما تقلوش عن كده ولا تخففيه، عشان انتوا عارفين طبعا ان العدس لما بيبرد بيتقل قوامه، فالقوام ده مظبوط جدا. اتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره شجعونا كده باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديده. بجد احلى شويه عدس هتاكلوها، حاجه كده خرافه، طعم تحفه جدا جدا. وانسي بقى طريقه العدس القديمه وجربي طريقه العدس ديت، هتعجبك جدا بجد، تحفه جدا جدا. جربوه واثقه ومتاكده ان هيعجبكم جدا.